السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وصفات سارة للطبخ. جيتكم اليوم بوصفة تليتلي بمرق احمر. هاد الوصفة ناجحة ويجي طايب ويجي بنين وطري وراح ينجح مع اي وحدة باذن الله. تبعوا فقط الطريقة من البداية حتى النهاية، نتعرفوا مع بعضنا على المقادير وطريقة التحضير خطوة بخطوة. المقادير اللي نحتاجها عندنا لهنا التليتلي، لهنا نستعمل التليتلي اكسترا هو المخير. انا حندير كيلو، نتوما حسب افراد العائله تاعكم. لهنا عندي 2 حبات بصل ربيتهم مع حبه طماطم، عندي الزروديه وعندي الثوم ربيتها كذلك، والدبشه، عندي الحمص والطماطم المصبره، وبطبيعه الحال الدجاج. نبداو مع بعضنا. اول حاجه درت شويه تاع الزيت وحطيت الدجاج كذلك الكميه اللي تحبوا نتوما حسب افراد العائله تاعكم، وحطيت لهنا الكبده تاع الدجاج. خليتهم يتقلاو شويه ياخذوا اللون هذاك الذهبي، من بعد نضيف لهم البصل والطماطم اللي ربيتهم هما كذلك يتقلاو مع الدجاج. من بعد نقصيت السنارية وضفتها هي كذلك، وحطيت الدبشة والمعدنوس، الدبشة عفوا والثوم، ضفتهم ونحركو. من بعد لهنا في هذه المرحلة نجيب الملح والتوابل، بابريكا وراس الحانوت، فلفل اسود، ونخلي كل المقادير تتقلى جيدا. ودائما نقولكم السر في البنه هو كي تخليو البرمه تاعكم تتقلى مليح مليح. هنايا راح نضيف الطماطم المصبره ملعقه كبيره مملوءه، ونخليوها تتقلى مع باقي المقادير. الكبده كي تقلات ناكلوها بصحتنا، نحيوها وناكلوها تجي بنينه مع لاصوص هذيك. وهنا بعد ما خليت كل المكونات تقلاو جيدا قاعده نمرق بالماء السخون، يعني الكميه تكون كبيره تاع المرق على خاطر راح ندير كيلو تاع تليتلي. حطيت لهنا راس حار وحطيت هذاك الحار الاحمر يطلق لي الحراره والبنه، ونقفلو الكوكوط. وبعد ما طاب كل شيء هنا وطاب الدجاج نضيف هذيك الحمص على خاطر راهي طايبه لي تتباع هذيك في العلب الزجاجيه راهي تكون طايبه، نضيفوها في الاخير تاخذ هذيك الغليه فقط، مع نص كعبه جامبو تاع الدجاج يزيد في البنه. نخليهم يغليو مده 5 دقائق ونطفيو على المرق تاعنا يكون جاهز معنا، يجي خاطر وبنين ما شاء الله. نرجعوا للتليتلي، نعطيكم الطريقه تاع التليتلي كيفاش تخدموه باه يجيكم طري ويجيكم مليح ويجيكم كل حبه وحدها. اول حاجه نحطوا التليتلي، نحطوا له كميه تاع الزيت حوالي 3 ملاعق كبيره تاع الزيت، وندهنوه كامل. هذوك الحبات يتدهنوا بالزيت. من بعد نحطوه يفور التفويره الاولى. ثم حطيت البيض يغلي في نفس الوقت. هنايا اني ما صورتش المقطع هذا بعد ما فار التصويره الاولى، راني غسلته بالماء، يعني غسلته وصفيته من الماء هذاك وخليته ينشف، من بعد حطيته يفور التصويره الثانيه.
وبعد ما فار التفويره الثانيه نحطوا له ملعقه صغيره هكاك تاع الزبده، ندوبوها في هذاك التليتلي وهو سخون كما راكم تلاحظوا، ونحطوا الملح، نحطوا كميه من الماء. كل ما تخدروا التليتلي تاعكم مليح يجيكم يعني طري ويجيكم طايب ويجيكم بنين، ويزيد يعني تزيد الكميه تاعو هنا حتى تشوفوه باللي السرد كامل تبل بالماء. تخليوه ينشف وتحطوه يفور التفويره الثالثه. شوفوا لهنا الكميه تاع التليتلي كيفاه ضاعفت، كان يبان قليل، شوفوا دركا كيفاه راهي الكسكاس يعني تعمرت. بعد ما يفور التفويره الثالثه والاخيره نجيبوا هذاك المرق ونفرغوه هكا، نصفيوه في الكسكاس، من بعد نحطو التليتلي تاعنا يتجمر حتى يمتص كامل الكميه تاع المرق ويتجمر مليح، يطيب مليح. كل مره نضيفو كميه تاع المرق حتى نكملوه كامل. كما راكم تشوفوا باين من المرقه تاعو يعني يجي بنين، جات حمراء ما شاء الله وخاطره. كي قرب يعني ينشف هذيك لاصوص، تقرب تنشف في الاخير تضيفوا ملعقه تاع الزبده وتحركوه، من بعد طفيو عليه. هنايا كاين اللي يحب يخلي فيه شويه لاصوص ما ينشفوش خلاص، كاين اللي يحبوا ناشف، هنا ترجع لكم. انا راهو يعني في المرحله الاخيره راهو قريب ينشف لاصوص، ونطفيو عليه ونقدموه في صحن التقديم. هنا راني قدمته في صحن التقديم مع الدجاج والبيض والحمص والسناريا كما راكم تلاحظوا. والله جاي شهي، جربوه مش راح تندموا. وراح تعودوا تعتمدوا هذه الوصفه. واذا عجبتكم الوصفه خليوا لي جيم، اشتراك، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في قناتي. نلتقي في فيديو اخر وفي وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.